اهلا بيكم متابعي كرة بوكس في كل مكان ونشرة جديدة النهاردة 15 يناير نشرة. ودايما بنقول لكم كرة بوكس خد الخبر من عندنا. قبل ما نبدأ تفاصيل الأخبار اللي معانا الحصرية النهاردة، أتمنى إن انتوا تشتركوا في القناة. زي ما انتوا عارفين كرة بوكس بتقدم لكم خدمة جديدة، أخبار حصرية. هتلاقي عندنا احنا بس عندنا شبكة مراسلين في كل مكان في مصر. خلونا ندخل على تفاصيل. أول خبر معانا هو ليه علاقة بجروس، مدير الفني لنادي الزمالك. راجل لما قعد مع مسؤولي الزمالك عن الصفقات اللي مطلوبة في يناير، الراجل اتكلم وطلب مهاجم صريح. قال لهم ده رقم واحد بالنسبة لي، عايز مهاجم بمواصفات معينة. طب قالوا له مين رقم اتنين يا مستر جروس؟ ايه المركز التاني يا مستر جروس؟ قال لهم برضو مهاجم صريح. هو الراجل اول صفقة عايز يعملها مهاجم قوي. الراجل محتاج مهاجم مواصفات خاصة، مهاجم طويل، مهاجم قوي، مهاجم يقدر يلتحم، مهاجم ياخد الكرات العالية، مهاجم رخم في الصندوق، مهاجم يعني في الالتحام بيبقى قوي جدا. الراجل شايف ان الجزيري مش مناسب خالص لدماغه، ولو هو موجود فموجود بقرار من ادارة الزمالك. الراجل شايف ان يعني اقرب بروفايل للي هو عايزه هو ناصر منسي شوية، ولكن حسام اشرف برضه مش مقنع بالنسبة له، فبالتالي محتاج مهاجم ليه مواصفات خاصة. وطبعا الراجل بيفضل المهاجم اللي يكون موجود مهاجم اجنبي، ولكن ادارة الزمالك هتعرض عليه في الجلسة اللي جاية اللي هي هتكون بعد ماتش حرس الحدود يوم هتكون يوم الجمعة او السبت الجاي، في قعدة ما بين ممثلي مجلس ادارة نادي الزمالك وجروس حول الصفقات. هيعرضوا عليه حسام حسن مهاجم سموحة، وهو يقول رأيه وهو ياخد رأيه، ولكن اللي هو طالبه مهاجم قوي طويل. إدارة نادي الزمالك شايفة إن حسام حسن بروفايل قريب، طبعا بسبب مشكلة الدولار بقى وأزمة الزمالك المالية، فممكن ما يكونش فيه مهاجم أجنبي أفضل حاجة، لكن الراجل طلبه في الميركاتو واضح، عايز مهاجم. يعني أنت لو جبت له مهاجم قوي وسوبر ده يغنيه عن أي صفقات تانية في مراكز الملعب يعني. الخبر التاني اللي معانا ليه علاقة بكريم الدبيس، لاعب النادي الأهلي. يعني في حسب معلوماتنا إن كريم الدبيس موجود في القائمة المبدئية لمنتخب مصر. أيوة موجود في القائمة المبدئية لمنتخب مصر، قائمة فيها 35 لعيب، كريم الدبيس منهم كباك شمال. حسام حسن شايف إن هو يعني بيقدم مستويات كويسة، وشايف طبعا بشكل عام هو عنده مشكلة في المركز دوت. حسام حسن يعني بيكون شايف ان محمد حمدي هو الظهير الايسر الاساسي لمنتخب مصر، واحمد فتوح لا يعتمد عليه. مش لا يعتمد عليه كامكانيات فنية، لكن فتوح كلعيب هو لعيب كويس طبعا، ظهير كويس، ولكن مستواه يوم فوق يوم تحت، مستواه متذبذب جدا. فهو الراجل شايف، حسام حسن شايف ان لازم يكون في باك ليفت يقدر ينافس. كان اول لما استلم مهمة كان رهانه على محمد شكري ظهير سيراميكا، لكن أصيب طبعا بالرباط الصليبي، فبالتالي كريم الدبيس حاليا ممكن يكون مفاجأة حسام حسن في معسكر مارس. مش هيلعب أساسي. أنا بقول لكم من دلوقتي حسام حسن بيثق جدا في محمد حمدي وهو الظهير الأيسر الأساسي بتاعه، ولكن كريم هيكون موجود. فكرة وجود كريم الدبيس في منتخب مصر دي إضافة كبيرة جدا للعيب نفسه، ودي حاجة يعني تديله ثقة أكبر في نفسه، خاصة ان هو يعني بدأ ان هو ياخد مع الاهلي بعد فترة غياب كبيرة جدا. فده يعني يخلي وجوده في منتخب مصر يعني يديله ثقة كبيرة، ويأكد له ان هو شغال وماشي على الطريق الصحيح. ولكن المعلومة اللي عندنا ان كريم الدبيس ما تفاجئش ابدا لو لقيته موجود مع منتخب مصر، حتى لو بيلعب شوية وبيقعد شوية في الاهلي، لا ممكن جدا يكون موجود مع منتخب مصر. حسام حسن يعني من نوعية المدربين لما بيحطوا قائمة مبدئية يكون تعرف على طول ان اللعيب ده طالما موجود في القائمة المبدئية تعرف ان هو يعني من ضمن اللعيبة مرشحة بقوة لدخول معسكر المنتخب. نفس الأمر لمحمود حمادة لاعب وسط نادي المصري.
محمود حمادة يعني رهان كروش الكبير، رهان عفوا رهان روي فيتوريا الكبير. روي فيتوريا من المدربين اللي هم كانوا بيثقوا جدا في محمود حمادة، ودايما كان موجود في منتخب مصر، ودايما كان في انتقادات لفيتوريا على فكرة الاعتماد على محمود حمادة. كان بيفضلوا على لعيبة كتير زي محمد النني وزي إمام عاشور، يعني كان ليه أفضلية في وسط ملعب منتخب مصر. الجديد ان محمود حمادة برضو موجود في القائمة المبدئية لمنتخب مصر. القائمة ديت فيها 35 لعيب، ان هو يكون موجود فيها يعني هو ليه ترتيب في مركز وسط الملعب، مع اي اصابة للعناصر الاساسية اللي في نص ملعب منتخب مصر زي مروان عطية وزي احمد نبيل كوكا، هتلاقي على طول محمود حمادة موجود. خاصة ان هو موجود على حساب لعيبة مهمة زي سام مرسي مثلا، لاعب ابسويتش تاون الدوري الانجليزي مش موجود. هو الراجل سام حسن شايف ان محمود حمادة افيد منه، ولذلك هو حطه في ترتيب اعلى منه في لعيبة وسط ملعب المنتخب. فبرضه ما تتفاجئش زي ما احنا قلنا على كريم الدبيس، ما تتفاجئش خالص لو لقيت محمود حمادة راجع منتخب مصر في الفترة اللي جاية في مركز وسط الملعب. مركز مهم جدا وحساس، وحسام حسن بيحب اللعيب اللي فيه يكون لعيب قوي وبيقدر يشوط، ودي يعني مميزات موجودة في محمود حمادة، ولذلك آه حطه في القائمة المبدئية، ولذلك عينه عليه وبيتابعه. فمتستغربوش لو لقيته محمود حمادة راجع لمنتخب مصر. هو الحقيقة بيقدم مستويات جيدة مع المصري ومع علي ماهر، ووجوده في المنتخب مش مفاجأة يعني، بشكل عام مش مفاجأة. مروان عطية لعيب كويس، هو الوحيد اللي ضامن مركزه في وسط الملعب، يعني هو اللي فارق، لكن باقي العناصر لعيبة قريبة جدا في المستوى يعني. الخبر الرابع اللي معانا خاص برضو بمنتخب مصر. خليني اقول لكم ان منتخب مصر قريب جدا ان هو يخوض معسكر في شهر يونيو الجاي، في التوقف بتاع يونيو الجاي في اوروبا. ايوه هيكون معسكر اوروبي. احنا قلنا ان منتخب مصر عنده جولة اسيوية في نوفمبر، معروض علينا ان احنا نلعب كوريا واليابان في نوفمبر. قلنا الكلام ده في نشرة سابقة، والحمد لله بعد ما احنا قلناه يعني كل مواقع مصر تقريبا بدأت انها تتكلم عليه. عندنا معروض علينا ان احنا نلعب كوريا واليابان في نوفمبر. كوريا في سيول في كوريا، واليابان في طوكيو في اليابان. الجديد بقى ان احنا برضو معروض على منتخب مصر ان هو يدخل معسكر في يونيو الجاي، هيكون في اوروبا في اسبانيا او تركيا تحديدا. جبنا لكم كمان البلدين اللي ممكن المعسكر يقام فيهم، في اسبانيا او تركيا. اسبانيا او تركيا. فكرة الوديات مش متحددة الحقيقة، دي متوقفة بقى على موافقة منتخب ان هو يدي موافقة رسمية، واتحاد الكرة يبعت موافقة رسمية على المعسكر. تبدأ بقى الشركات المنظمة تبدأ ان هي تنظم مباريات ودية، لكن الاكيد ان منتخب مصر في المعسكر الاوروبي هيلعب ماتشات ودية اوروبية قوية، او مع منتخبات من امريكا اللاتينية، من امريكا الجنوبية ممكن جدا، ممكن من امريكا الشماليه. منتخب كندا كان من المنتخبات اللي عايز يلعب مصر، وطلب قبل كده كندا انها تلعبنا في اكتر من مناسبه. وارد جدا نلاقيها يعني تلعبنا في معسكر يونيو في اوروبا. كندا بتحب، منتخب كندا بيحب يروح اوروبا، ومنتخب قدم بطوله امريكا الشماليه اللي فاتت كان قدم اداء كويس. فالجديد عندنا ان منتخب مصر بنسبه كبيره جدا هيخوض معسكر اوروبي في يونيو معروض علينا. احنا مش هنتحمل اي تكاليف مادية من اقامة او سفر، بالعكس احنا هناخد فلوس على كل ماتش. يعني مبدئيا كده ممكن يكون كل ماتش 100,000 دولار مع نسبة من البث التلفزيوني. فانا شايف ان ده شيء هايل جدا جدا، يعني خاصة منتخب مصر عنده نجمين كبار جدا، صلاح ومرموش في الملاعب الاوروبية. انتهت النشرة بتاعتنا النهاردة، وزي دايما ما بنقول لحضراتكم كورة بوكس خد الخبر من عندنا. متنسوش الاشتراك في القناة ودعمنا عشان كل يوم نقابلكم ويكون في كل جديد. السلام عليكم.